ألف مبروك لنادي بيراميدز فوزهم بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخهم، اللي هو تقريبا ما عداش العشر سنين لسه، في أول ممكن يكون 6 سنين منذ تأسيس النادي. برافو عليهم، يستحقوا. اشتغلوا كويس واشتغلوا كويس جدا كمان، واشتغلوا بطريقة مختلفة عن بقية الأندية اللي بتنافسهم زي الأهلي والزمالك، خدوا مسار لوحدهم. برافو عليهم، يستحقوا إن هم يحتفلوا ويستحقوا الفرحة الكبيرة، ويستحقوا كمان فرحة جمهورهم. في جمهور بيشجع بيراميدز قليل جدا 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 طبعا، لكن في اكيد في ممكن يكون في جمهور بيشجع بيراميدز، مش ان هو بيروح له المدرج او بيعلق البروفايل بيكتشر بتاعته شعار النادي او انما بيحس في روحه ان النادي بشكل ما بيمثله، بيلمس حاجة جواه. كل واحد من حقه يختار النادي اللي بيشجعه. ممكن انت تلاقي نفسك او تلاقي روحك مع النادي اللي هو الاندر دوج مثلا، اللي هو الجانب اللي هو المستضعف في المنافسة. انت بتحب الجانب المستضعف ده ويعمل مجهود اكتر ويبقى بيحارب ظروف اكتر وبيتغلب على عقبات اكتر مش موجودة عند المنافسين التانيين. ممكن دي تكون شخصيتك كده، انت بتحب الحياة كده بالطريقة دي، فانت هتشجع مثلا الزمالك. ممكن انت تكون مقاتل، ممكن تكون ما بتحبش الخسارة خالص ايا كانت الاسباب، ما بتقبلش اي اعذار في الخسارة، تنافسي لدرجة عالية جدا مثلا، فانت هتحس ده الاحساس ده ممكن يدولك الاهلي مثلا. ممكن انت تكون بتحب تشتغل بطريقة مختلفة وتاخد مسار مختلف، فتلاقي نفسك انك بيراميدز بيلمسك، فانت تقدر ان انت تشجع بيراميدز مش عشان هو نادي جديد او يعني مفيش حاجه اسمها ان الواحد بيتولد اهلاوي او زملكاوي، مفيش حاجه اسمها ان نص البلد اهلاويه فالنص التاني زملكاويه، او 60-40 او 70-30 او الكلام ده. مفيش الكلام ده خالص، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. يعني الكلام ده بيتردد كتير انا عارف في الاعلام وفي الميديا طول عمرنا، بس الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده مش حقيقي. ولو كان ده حقيقي بسبب ان الاهلي والزمالك هما اللي هما محتكرين كل البطولات دلوقتي، لا بقى في حد تاني بياخد بطولة دوري ابطال افريقيا، بطولة كبيرة جدا وصعبة جدا جدا جدا، بطولة صعبة جدا. فان هو ياخدها فالفريق قوي وهيبقى فريق هو خلاص مؤهل للبطولات. بياخد البطولات او ما بياخدش البطولات، اللي انا عايز اقوله ان انت تقدر تشجع بيراميدز وانت مرتاح وانت مطمن، او مش وانت مطمن، عايز اقول من غير يعني خجل او ان حد يتريق او كل ده ترولينج للسوشيال ميديا بس والضحك مش اكتر. انما الواقع ان من حق كل واحد يشجع الفريق اللي هو بيلمسه، بيشبع روحه، بيمثل شخصيته، بفلسفة النادي ده شبه فلسفتك في الحياة مثلا. تقدر تختاره على كل الاساس ده. ان شاء الله تكون بتشجع نادي وتغير تشجع نادي تاني لو حسيت ان النادي ده ما بقاش يشبهك او بيمثلك. يعني هو مش دين حد، يعني هو مش دين انك ما تقدرش تغير فريقك، لا، من حقك تختار الفريق اللي بيبسطك وبيمتعك وبيحسسك بنفسك وبيتحس بيه ان هو بيأكد وبيدعم فلسفتك في الحياة، لان هو بيتصرف او بيفكر بطريقة مشابهة ليها مثلا. وبما ان بيراميدز خد اول بطولة ليه، واعتقد ان هو خلاص هيبقى ماشي على طريق البطولات، بطولة في التانية في التالتة، جمهوره اكيد هيبقى ليه جمهور مع الوقت. النادي الاهلي ما تعملش في وسط يعني ما تعملش بالجمهور بتاعه، والزمالك نفس الكلام، كل الاندية. لا بيتعمل النادي وبيتأسس وبياخد طريق يمشي فيه، وفي الطريق ده بيفضل يأتراكت الجمهور، يجذب الجمهور ناحيته او ينفر الجمهور منه. فدي حاجة متغيرة مش ثابتة، ولا هي عقيدة ولا هي دين. وألف مبروك لبيراميدز كمان مرة.